كاين واحد النظام صحي جديد غامض ما فاهمينوش وكيقولوا لينا باللي هو الحل. كاين واحد الدعم مباشر ديال 500 درهم، ولكن واش بصح هاد الفلوس كافيه تعيش اسره كريمه؟ الدوله كتهضر على ميزانيه ضخمه ديال 30 مليار درهم، ولكن غادي نكتشفوا مجموعين فين كتمشي هاد الفلوس وشحال بصح كيوصل منها للصحه ديالنا. والاخطر من هاد الشيء كله هو ان السبيطارات ديالنا، المستشفيات العموميه اللي تبنات بفلوس الشعب، اليوم كاين مخطط باش يبيعوها للشركات الكبرى والدوله ترجع تكريهم منهم. وغادي نشوفوا شكون هي هاد الجهات الخارجيه بحال صندوق النقد الدولي اللي كتفرض علينا هاد القرارات اللي كتمس حياتنا اليوميه بشكل مباشر. علاش الصحه في بلادنا ولات عبء وهم عوض ما تكون حق؟ تبعوا معايا هاد الشرح باش نفهموا القصه كامله من الاول حتى الاخر. علاش ملي شي واحد فينا كيمرض كيولي شايل الهم ديال الفلوس اكثر من الهم ديال المرض نفسه؟ علاش الصحه في المغرب ولات الاحساس بها بحال شي عقاب؟ وشكون هي هاد القوى الخارجيه اللي كترسم لنا هاد الطريق؟ هادو هما الاسئله الكبار اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم مجموعين في هاد الحلقه. غادي نتبعوا الخيط نقطه بنقطه ونفهموا شنو واقع بصح. ولكن قبل ما نبداو، الا كان هذا المحتوى كيعجبكم وكيهمكم، ما تنساوش تدعمونا بواحد لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. هاد الدعم ديالكم هو اللي كيخلينا في ايكومارت بودكاست نزيدوا للقدام ونبحثوا اكثر باش نجيبوا لكم الحقيقه كيف ما هي. يلا نبداو بالجزء الاول، الصحه في المغرب. ما بين الهضره اللي كنسمعوها والوعود اللي كتعطى والواقع المر اللي كيعيشوه المواطنين كل نهار، الفرق كبير بزاف، وغادي نشوفوا هذا الشيء بالامثله الحيه والواضحه. أول تغيير كبير وقع هو فاش دزنا من نظام المساعدة الطبية القديم اللي كان سميتو راميد لواحد النظام جديد سميتو آمو تضامن. على الورق الفكرة زوينة، كل شيء غادي تكون عنده تغطية صحية، ولكن المشكل هو في التطبيق. جابوا معاه واحد الحاجة غريبة جديدة سميتها مؤشر. هذا المؤشر ولا هو الكابوس ديال المغاربة. المؤشر طالع، المؤشر هابط، واش عندك 9.32 ولا ما عندكش، واش عندك الحق تستافد من الدعم ولا خاصك تخلص. الناس تاهو. بنادم ولا يوميا مقابل مع التليفون ديالو كيتسنى واش المؤشر ديالو غادي يسمح ليه يتعالج ولا لا. يعني الصحة اللي هي حق أساسي في الدستور ما بقاتش حق، ولات مرتبطة بواحد الرقم في واحد السيستم اللي الأغلبية ديال الناس ما فاهمينوش وما عارفينش كيفاش كيتحسب. الهم ديال المواطن ما بقاش هو يلقى الطبيب، ولا هو واش السيستم غادي يقبلو ولا يرفضو. اوكي، دابا غندوزو لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر اللي دار ضجه كبيره. الوعد هو 500 درهم شهريا للاسر اللي المؤشر ديالها كيسمح ليها. ولكن اجيو ندير واحد العمليه حسابيه بسيطه بزاف ما محتاجاش لشي خبير. ناخذ اسره متوسطه فيها 4 ديال الناس، الاب والام وجوج ديال الوليدات. هذيك 500 درهم الا قسمناها على الشهر على 30 يوم كتعطينا تقريبا 16 درهم ونص للاسره كامله في النهار. دابا هاد 16 درهم الا عاودنا قسمناها على 4 ديال الافراد ديال الاسره، شحال كتجي للشخص الواحد في النهار؟ كتعطي 4 دراهم وشي بركه. السؤال هنا واضح ومباشر، واش 4 دراهم في النهار ممكن توكل بنادم؟ واش ممكن تلبسه؟ واش ممكن تقريه؟ واش 4 دراهم في النهار هي الكرامه اللي كنتسناو؟ ودابا شوفوا معايا المفارقة العجيبة اللي كتقتل بالضحك وكتقتل الثقة في نفس الوقت. هاد الشيء اللي كنشوفوه اليوم ديال 500 درهم كيجي من بعد وعود انتخابية كانت خيالية. كاين واحد التصريح شهير قال فيه مسؤول حزب كبير بالحرف الواحد: إلا ما عطيناكمش 2500 درهم في الشهر ضربونا بالحجر. هذا كان التزام سياسي واضح وصريح قدام المغاربة كاملين. ولكن مباشرة من بعد مسألة الانتخابات هاد الهضرة تبخرات، والواقع كان شي حاجة أخرى تماما، ولينا كنهضروا على 500 درهم. هاد الفجوة الكبيرة بين القول والفعل هي اللي كتخلي المواطن يفقد الثقة في السياسة والسياسيين وكيحس باللي صوته كيضيع. دابا غادي ندخلوا للمعقول، غادي ندوزوا للجزء الثاني، الارقام اللي ما كيبغيوش الناس يعرفوها. كيقولوا ديما باش تفهم الحقيقه خاصك تتبع الفلوس. ويلا مجموعين نتبعوا فلوس الصحه ديالنا ونشوفوا الميزانيه شحال بصح، وشكون اللي كيخلص الفاتوره ديال العلاج في الاخر ديال النهار. اول رقم كبير كنسمعوه ديما في الاخبار والتصريحات الرسميه هو 30 مليار درهم. كيقولوا لك هذه هي الميزانيه ديال وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه. ولكن هنا فين كاينه واحد اللعبه بواحد التضليل كبير. هذا الرقم ماشي ديال الصحه بوحدها، راه جامع الميزانيه ديال قطاع الصحه مع الفلوس ديال الدعم الاجتماعي المباشر وكل شيء. يعني خلطوا الجوكه كامله في ميزانيه وحده باش تبان ضخمه وتعمل عين. ولكن إلا جينا نديروا خدمتنا ونفرقوا هذا الشيء ونعزلوا الميزانيه المخصصه لقطاع الصحه بوحده، يعني الفلوس اللي مخصصه للسبيطارات والادويه والاطباء، تما القصه كتولي مختلفه تماما والرقم الحقيقي كيبان. شوفوا معايا هذا الرسم المبياني اللي كيوضح كل شيء بالحجه والدليل.
فاش كنعزلوا الميزانيه ديال الصحه بوحدها كنلقاو انها كتمثل فقط 6% من الميزانيه العامه ديال الدوله، فقط 6%. دابا نقارنوا هذه النسبه مع المعايير الدوليه باش نعرفوا راسنا فين كاينين. منظمه الصحه العالميه كتقول باللي خاصك تخصص على الاقل 9% من الميزانيه باش يكون عندك نظام صحي مقبول. واعلان ابوجا اللي هو التزام ديال الدول الافريقيه كيطالب 15%، وحنا يلاه في 6%. هادشي كيعني اننا بعاد بزاف على الحد الادنى المنصبه دوليا، وهذا الفرق ديال النسام هو اللي كنخلصوا حنا من صحتنا. مواعيد بعيده، نقص في التجهيزات وقله الاطر الطبيه. ودابا وصلنا للسؤال المهم، شكون بصح اللي كيخلص تكاليف العلاج في المغرب؟ هاد الدائره كتبين لنا الحقيقه المره والصادمه. الاسر المغربيه من جيبها مباشره كتخلص 57% من التكاليف ديال العلاج. نعم سمعتوني مزيان، 57%. الدوله والتغطيه الصحيه كيتكلفوا بالباقي اللي هو 43%. يعني المواطن العادي من فلوسه الخاصه هو اللي هز الحمل الاكبر على كتافه. كل مره كيمشي للطبيب ولا الصيدليه ولا يدير تحاليل كيخلص اكثر من نص من جيبه، وهذا الشيء عبء مالي ثقيل بزاف، وكيخلي بزاف ديال الناس اما كيتسلفوا باش يداويو، اما بكل بساطه كيتخلاو على العلاج ديالهم حيت ما عندهمش باش يخلصوه. وعلاش السبيطارات العموميه خاويه من الاطباء؟ علاش كاين هاد النزيف ديال الادمغه والاطر الطبيه كتمشي للقطاع الخاص ولا كاع كتخرج من المغرب؟ جزء كبير من الجواب كاين في هذا الرقم، 8300 درهم. هذا هو الاجر باش كيبدا الطبيب في القطاع العام بعد 8 سنين ديال القرايه والتعب والمعاناه. واش هذا المبلغ كافي ومحفز باش يخلي طبيب شاب عنده كفاءه يبقى في القطاع العمومي ويواجه الضغط ونقص الامكانيات؟ طبعا لا. القطاع الخاص كيعطي عروض احسن بكثير بلا ما نهضروا على الهجره لاوروبا وكندا. اذا طبيعيا كاين هذا النزيف من العام للخاص، والضحيه في الاخير هو المواطن البسيط اللي كيمشي للسبيطار العمومي وما كيلقاش شكون يداويه. وصلنا دابا للجزء الثالث والأخطر في هذا التحليل، القضية ديال بيع المستشفيات العمومية. نعم كيف ما سمعتوا، السبيطارات ديال الدولة ولات كتباع. هذه ماشي إشاعة ولا كلام ديال فيسبوك، هذه سياسة مالية جديدة عندها سمية زوينة، ولكن العواقب ديالها ممكن تكون كارثية على المستقبل ديال الصحة في المغرب. يلا نفهموا هذه اللعبة كيفاش دايرة. هذه السياسة سميتها الرسمية هي التمويلات المبتكرة. شنو المعنى ديالها؟ بكل بساطة الدولة كتشد الأصول ديال المستشفيات العمومية، يعني الأرض والبنايات والتجهيزات، وكتبيعها لشركات خاصة اللي غالبا كتكون تابعة لأبناك كبيرة. ومن بعد ما كتبيعها كتولي الدولة نفسها كتخلص الكراء شهريا لهاد الشركات باش تستعمل نفس المستشفى اللي كان ديالها. بحال باعتذارك لشي واحد حيت مزير في الفلوس ورجعتي كتكريها من عنده كتخلص ليه الكراء كل شهر. الدولة كتدخل الفلوس دقة واحدة، ولكن في المقابل كترهن المستقبل ديالها وديال الأجيال الجاية، وكتولي كتخلص الكراء للأبد على ملك كان ديالها أصلا. باش نبسطوا الفكرة أكثر، ها هي العملية في 3 ديال المراحل واضحة وبينة. أولا الدولة كتبيع الأصول ديال شي مستشفى عمومي، مثلا شي مركز استشفائي كبير. ثانيا كتجي شركة خاصة كتشري هاد الأصول بمبلغ كبير. ثالثا الدولة كتوقع عقد كراء طويل الأمد وكتولي كتخلص كل شهر على ذاك المستشفى اللي باعت. هذا الشيء كيعني أن الملك العام اللي تبنى بفلوس الضرائب ديال المغاربة على مدى عشرات السنين كيتباع، وكنوليو نخلصوا عليه الكرا من فلوس الضرائب ديالنا مرة أخرى، كنبيعوا حويجنا باش نرجعوا نكريوهم. باش تفهموا خطورة هذا الشيء ناخذ مثال حقيقي وواضح. المستشفى الجامعي ابن سينا في الرباط أكبر وأشهر مستشفى في المغرب. حاليا كاين مشروع ديال إعادة التأهيل. شوفوا معي الأرقام، المستشفى الحالي فيه 2450 سرير، ولكن المستشفى الجديد اللي كيتبنى واللي كيقولوا عليه مطور وعصري غادي يكون فيه فقط 1044 سرير. نعم 1044 سرير. هادشي كيعني اننا غادي نفقدوا 1406 ديال الاسره، نقص ديال اكثر من 1400 سرير. السؤال اللي كيطرح راسو بالحاح، فين غادي يمشيو المرضى اللي كانوا كيعمروا هاد 1406 سرير؟ واش هذه سميتها اعاده تاهيل وتطوير ولا تقليص ممنهج للخدمه الصحيه العموميه؟ دابا خاصنا نربطوا هادشي اللي كيوقع لداخل بالضغوطات اللي جايه من برا. فالجزء الرابع غادي نشوفوا الدور ديال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيت هاد القرارات كامله سواء ديال الدعم ولا ديال بيع المستشفيات ماشي غير جات هكاك من فراغ. المصادر كتأكد أنها كتجي على شكل توصيات وإملاءات ديال هاد المؤسسات المالية الدولية اللي كيسلفوا المغرب الفلوس. إذا شنو هي هاد التوصيات اللي جاية؟ ها هي اللائحة ديال الإجراءات اللي كتفرض على المغرب. أولا إلغاء الكامل لصندوق المقاصة، يعني رفع الدعم على السكر والدقيق. ثانيا الزيادة في الثمن ديال البوطة اللي متوقع توصل ل 70 درهم في المستقبل القريب. ثالثا بيع الكهرباء والماء بالثمن الحقيقي ديالهم، يعني بلا دعم من الدولة.
وهذا الشيء غادي يخلي الفواتير تضرب في 2 ولا 3. ورابعا ضريبة جديدة جاية في الطريق سميتها ضريبة الكربون على المركبات. يعني باش تكون عندك طوموبيل وتدور بها غادي يولي داك الشيء غالب كثير. هذا الشيء كامل غادي يزيد يتقل الكاهل ديال المواطن العادي ويضرب القدرة الشرائية ديالو في الصميم. وصلنا للجزء الأخير من هذا التحليل. من بعد ما شفنا هذا الشيء كامل من المؤشر للدعم للميزانية الحقيقية لبيع السبيطارات وصولا للضغوط الخارجية، السؤال هو شو جاي في الطريق؟ شو هو المستقبل اللي كيتسنى قطاع الصحة والخدمات العمومية في المغرب؟ هنا في إيكوما بودكاست غادي نجمع هذه الخيوط كاملة باش نشوف الصورة الكبيرة والاتجاه اللي غايدين فيه. هذه المقولة ديال منظمة الصحة العالمية قوية بزاف وكتلخص كل شيء. كتقول ملي المصاريف الصحية اللي كتخلصها الأسرة من جيبها كتفوت 20% من الدخل ديالها، المرض كيولي أداة باش تفقر هذيك الأسرة. دابا نرجعوا للرقم اللي شفناه قبيله. الأسرة المغربية كتخلص 57% من تكاليف العلاج. 57%، هذا رقم ماشي غير كيفوت عتبة الخطر ديال 20%، راه كيقرب من 3 الأضعاف ديالها. هادشي كيعني وبشكل واضح أن النظام الصحي الحالي في المغرب ماشي فقط ما كيعالجش الناس، بل هو كيساهم بشكل مباشر ومنهجي في تفقير الأسرة المغربية. كلما مرض شيء فيهم كلما زادت الأسرة فقرا. إذن واش كاين شي حل؟ واش كاين شي بديل؟ نعم، كاين طريق آخر. الطريق الحالي اللي غادين فيه هو نظام مبني على المساهمات، والنتيجة هي أن الأسر كتخلص 57% من التكاليف من جيبها. الطريق البديل اللي مطبق في دول كثيرة بحال بريطانيا وكندا هو نظام مبني على الضرائب. هادشي كيعني أن الدولة هي اللي كتمول المنظومة الصحية من الفلوس ديال الضرائب اللي كيخلصها كل شيء، وكل واحد على قد جيبه، اللي كيربح أكثر كيساهم أكثر. بهذه الطريقة الدولة كتقدر تمول حتى ل 85% من تكاليف العلاج. في هذا النظام الصحة ما كتكونش مرتبطة بالقدرة ديالك على الخلاص، كتكون حق مضمون للجميع، الغني والفقير، حيث كيتمول بشكل عادل وتضامني من طرف المجتمع كله. وفي الآخر كنوصلوا للسؤال الجوهري اللي كيبقى مطروح، واللي هو سؤال كيمسنا كاملين: واش الصحة حق من الحقوق الأساسية اللي خص الدولة تضمنها لكل مواطن كيف ما كانت حالته المادية والاجتماعية، ولا هي مجرد سلعة كتباع وكتشرى في السوق، اللي عنده الفلوس يتعالج في الخاص واللي ما عندوش ليه الله؟ الجواب على هذا السؤال هو اللي غادي يحدد المستقبل ديالنا وديال ولادنا. كنتمنى هذا الشرح يكون وضح لكم الصورة شوية. شكرا بزاف على المتابعة ديالكم.